قبل ما اقولك انا جبت ايه، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك على طول اشعار. اهو، فاكرين في الفيديو اللي فات بتاع الكريمات بتاعت الشمس ما قلت لكم ان انا محتاره مش عارفه اجيب كولاجرا ولا اجيب بوبانا؟ انا رسيت على بوبانا وهقول لكم دلوقتي رسيت عليه ليه، وهقول لكم سعره، وهقول لكم فادني في ايه، كانت ايه المميزات بتاعته اللي خلتني افضله عن كولاجرا. كل حاجه هقولها لكم مع بعض في الفيديو ده. اول حاجه تعالوا بصوا نشوف، هو بيجي في العلبه الكبيره دي، تيجي العلبه بتاعته كده، انا جايباه من الشركه بتاعته، ما جبتوش من صيدليه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. في البتاعه الحلوه اللي انا بحبها دي هبقى اقعد العب بيها بعدين. اهو، هو ده العرض بتاعه، قطعه وعليها قطعه هديه. ده انا جبته من الشركه بتاعته نفسها، جبته اونلاين من على النت. الاتنين مع بعض كانوا ب 300 غالبا كده تقريبا، مش فاكره والله السعر كان مكتوب ولا لا، استنوا. كان مش مكتوب بره، مش مكتوب بره، اصل انا بقالي حوالي اسبوع جايباه فنسيت المبلغ بالظبط. هو تقريبا كان ب 300 واحده وعليها واحده، وكان في كود خصم كمان 10%، فهم خفضوا لي من الفلوس بتاعه الشحن. اهو لما نفتحه الاثنين اهو مع بعض، عايزه اقول لكم ان دول هيقعدوا معايا فتره كبيره جدا جدا جدا. تعالوا بقى اقول لكم ايه المميزات بتاعته وليه جبته وما فضلتش ان انا اجيب كولاجرا. اولا الكريم ده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هو جل مش كريم علشان البشره الدهنيه. الجل ده مش بيعرق لي بشرتي، مش بيسيب لون ابيض اللي بيقطع ده وبيبقى وحش، بيحميني من اشعه الشمس، بيعمل كل حاجه حلوه تتخيليها، الا حاجه واحده بس كنت قايله لكم عليها المره اللي فاتت، ان انت لو نزلتي بيه البحر بيحرق عينك شويه، فده كان العيب الوحيد اللي فيه. طب انا ليه جبته وما فضلتش كولاجرا؟ عايزه اقول لكم ان انا استخدمت كولاجرا من الفتره بتاعه الفيديو اللي فات لغايه الفتره بتاعه دلوقتي، او قبل دلوقتي بشويه عشان اكون صريحه معاكم، علشان اختبره واشوف هو فعلا هيبقى بيرفكت، واروح يعني اعتمد على ربنا كده، اتوكل على الله واجيبه، ولا اجيب بوبان. عايزه اقول لكم ان انا استخدمته ما قدرتش استحمل بعد كده الاكسده بتاعه بشرتي. انا كنت قايله لكم ان هو بيأكسد حاجه بسيطه، وعلشان تتغلبوا على الاكسده بتاعته بتحطوا عليه باودر، بتحطوا على بشرتكم باودر. لكن في الجو اللي احنا فيه والصيف الحر قوي ده، انا ما قدرتش ان انا احط مكياج وانا نازله. فاللي انا حاطاه في وشي ده على فكره فلتر، انا مش بحط مكياج خالص في الشارع وانا نازله، لان الدنيا بتبقى حر جدا وانا في غنى ان بشرتي تتضرر. تمام. فالكولاجرا جبته واستخدمته، بقى بيسمر بشرتي قوي لاني ما بقتش بحط عليه الباودر، وكمان طلع لي حبوب تحت الجلد. يعني الحكايه دي لاحظتها مرتين، حطيته واتعرضت للشمس، حماني من اشعه الشمس، بس طلع لي حبوب تحت الجلد. قلت يمكن مش منه او تغيرات هرمونيه او فسبته فتره وابتديت ان انا استخدم بوبانا، وبعدين قلت ارجع له تاني واشوف ايه اللي هيحصل، برده طلع لي حبوب تحت الجلد. فانتوا عارفين ان انا مش بقول لكم على اي حاجه تجيبوها غير لما اكون مجرباها الاول واقول لكم فيها رايي 100%. كولاجرا بالنسبه لي انا بشرتي دهنيه في الصيف، طلع لي حبوب تحت الجلد، بيأكسد البشره، هو حلو جدا انه بيحمي من اشعه الشمس، لكن العيبين اللي فيه دول يخلوني ما اجيبهوش تاني. علشان كده انا رحت على طول وجبت بوبان. عايزه اقول لكم حاجه، قبل ما تستخدموا اي سان سكرين او كريم واقي من الشمس عموما ايا كان نوعه، لازم تنضفي بشرتك كويس جدا بصابونه كويسه للبشره او بغسول تكوني بترتاحي له. لو انت بشرتك دهنيه حاولي ما تحطيش اي حاجه انها تدهن لك بشرتك. الكريم ده مش محتاج معاه كريم ترطيب قبله، هو بيبقى مرطب منه مع نفسه كده، يعني انا بحطه لوحده، مش بضطر ان انا احط كريم مرطب قبله. بنزل بيه في الشمس عادي، بس لازم تحطي يعني في خلال من 20 دقيقه ل 30 دقيقه قبل ما تتعرضي للشمس. سيبيه لغايه اما ينشف خالص. لو هتحطي عليه مكياج او بلاشر او اي حاجه استنيه ينشف تماما، اوعي تحطي اي حاجه على وشك وهو مبلول. لو هو مبلول هيتمسح مع الحاجه اللي انت بتحطيها، مش هتستفيدي منه باي حاجه. لازم تستنيه ينشف كويس قوي وبعدين تتعرضي بعد كده للشمس. ونصيحه مني ليكي، لو انت عايزه تجيبي اي حاجه والحاجه دي ليها شركه، اشتريها من الشركه بتاعتها. ابعدي خالص عن الصيدليات. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، كان كولاجرا عليه عرض نازل في شركته، واحده وعليها واحده ب 300 الاثنين، ورحت الصيدليه لقيت ان الواحده بس ب 279، فطبعا الفرق كبير جدا. فنصيحه مني ليكي روحي للشركه نفسها، وساعات الشركات بتبقى عامله كمان اكواد خاصه.
بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من البنات. سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان اي فيديو انزله يجيلك بيه اشعار على طول. لو عندك اي استفسار سيبهولي في كومنت وهرد عليكي اول ما اشوفه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده يا بنات الموقع بتاع الشركة والصفحة بتاعة الفيسبوك والانستجرام علشان لو حد فيكم عايز يطلب.